السلام عليكم. النهاردة بقى هقولك طريقتي في عمل الرنجة من غير ما تقلب الشقة ولا تقلب العمارة ولا تقلب الدنيا خالص. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وسريعة جدا، وكمان تخلصي ولا كأنك كلتي رنجة خالص. ويلا بينا نبدأ الفيديو يا حبايب قلبي، متنسوش اللايك. اول حاجة هنبدأ بيها البصل. ان شاء الله معايا بصلتين مقطعيهم طرنشات كده، هحط عليهم معلقتين من الخل. طبعا هنعملها اول خطوة خالص قبل ما نبدأ في اي حاجة، ومعلقة كمون ومعلقة ملح. طبعا ما اتصورتش، مش عارفة راحت فين. وهبدأ ادمج المكونات كويس جدا واسيبها على جنب لغاية ما اخلص كل الوصفة، وبعد كده هشطفها وهقدمها ان شاء الله. معايا 3 رنجات، هبدأ اللي انا اخليهم بطريقة سهلة جدا. هعمل لكم طريقتين وانتوا خدي اللي انتي عاوزاه. هبدأ اللي انا افتحها كده من الظهر بالمقص بسكينة المتوفر عندك اعملي بيه، وهتشيلي الديل. طبعا مش هنحتاجه في حاجة فبنشيله كده زي ما احنا شايفين عشان نعرف نفتحها بسهولة. وبعد كده اشيل سلسلة الشوكة اللي هي السلسلة دي زي ما احنا شايفين. خليط البطروخ لو انت مبتحتاجيهوش او مش بتحبيه ترميه تخلصي منه عادي. وشلت الحاجات اللي احنا مش محتاجينها بمنديل كده، اسحبيها بمنديل كده. وهبدأ اللي انا اقسمها نصين واشيل اي شوك عشان لو في اطفال معانا ما يجيش معاهم شوك او حاجه زي كده. وبالسكينه وهتبداي اللي انت تسحبيها كده هتطلع معاكي بكل سهوله. ولو اتقطعت معاكي زي ما هي اتقطعت كده هتشديها كده بايدك هتتسحب بكل سهوله خالص. ودي عملتها برضو بنفس الطريقه. هعمل معاكم واحده كمان. هبدا دي اقطعها من راسها كده، هقطع الراس كده بالسكينه الاول، وبعد كده برضو ابدا اللي انا افتحها من الظهر. بجد اعملي الطريقه ديت جميله جدا، ومش هتقلب ريحة الشقة خالص ولا حتى الجيران يعرفوا اللي احنا عاملين النهاردة رنجة. وهبدأ اسحب السلسلة بكل سهولة كده، وشيلي اي شوك بكل سهولة. طالما شلتي السلسلة هتعرفي ان انت تسحبي الشوك بكل سهولة. طبعا افرشي اي مشمع زي ما احنا شايفين كده علشان الرخامة ما تتبهدلش او المكان اللي احنا بنعمل فيه يتبهدل زفارة. وبعد كده هتبدأي اللي انت تسحبيه كده بايدك زي ما احنا شايفين مع بعض بكل سهولة. لقيتيها ماسكة جامد بالسكينة كده واسحبيها بالراحة هتطلع معاكي. عايزاكي تاخدي جولة في القناة بتاعتي وتقوليلي ايه رأيك في الفيديوهات بتاعتي، وحابين اطور من نفسي ازاي واعمل لكم ايه تاني. بجد يعني الكومنت بتاعكم بيفرق واللايك بتاعك بيفرق معايا، وان شاء الله ننجح مع بعض ونوصل مع بعض لحاجات كويسة جدا. وطبعا خلصت كده وهبدأ اللي انا اتخلص من كل الزفارة وكل حاجة ونرميها عزكم الله في الكمامة. وبعد كده خلصت كمية الرنجة زي ما احنا شايفين. هبدأ بقى احط عليها 4 ليمونات كبار. هبدأ احط عليها كده رنجة يعني ليمون طبعا، وربع كوباية من الزيت. جربي تحطي على الرنجة زيت، بجد بتشيل الملوحة اللي موجودة في الرنجة وبتديها طعم جمالي جدا. وهنا طبعا كنت بحمر بطاطس. رنجة من غير بطاطس ما تنفعش، طبعا لازم نحمر جنبها شوية بطاطس حلوين كده. وهعمل الطحينة. معايا 3 معالق من الطحينة وربع فنجان من المية، وهبدأ انزل بالمية واحدة واحدة زي ما احنا شايفين كده واقلب فيها. كل ما تتقل معايا هبدأ اللي انا ازود شوية كمان من المية لغاية ما تديني القوام اللي انا عاوزاه. تقلبي فيها كده بالراحة كده زي ما احنا شايفين مع بعض. ما تنزليش بالميه مره واحده عشان لو نزلتي بيها مش هتتقل معاكي زي ما احنا شايفين كده. لا، انزلي واحده واحده وان شاء الله هتديكي القوام المظبوط ان شاء الله. لقيتها تقيله شويه، بدات برضو اللي انا احط برضو شويه كمان. هي خدت معايا حوالي 5 معالق بالظبط من الميه، يعني ما يعادل ربع كوبايه او اقل كمان فنجان صغير. وهضيف نص معلقه صغيره من الكمون ومعلقه خل، وهقلبها كويس جدا. وطبعا الملح حسب الرغبه.
وابدأ اللي انا اصبها في طبق نضيف علشان نقدمها بشكل جمالي زي ما احنا شايفين مع بعض كده، ويبقى الطبق نضيف وجميل. طبعا العين بتبدأ بتاكل قبل البق. وهنا خلاص كنت غسلت البصل وقدمته، والرنجة والبطاطس طبعا رشيت عليها بهارات بطاطس بتديها طعم جميل جدا. وظبطي الاطباق بتاعتك كده عشان تقدميها للضيوف بشكل حلو كده، او تقدميها لاولادك بشكل جمالي. وطبعا زيني الرنجة بطرنشات من الليمون عشان تدي شكل جميل كده على السفرة ان شاء الله. وطبعا ما تنسوش الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاستغفار، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، واشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد. وما تنسوناش من دعواتكم الجميلة يا حلوين، وما تنسوش اللايك والاشتراك وكومنت جميل زيكم عشان يوصل لكم مني ان شاء الله كل جديد. واترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.